عندنا انكم اذله جالسين متوزعين على بعضكم، تحط لك منديل وتصلي عليه، هذا مو دين، مو دين هذا كفر. احسن لك. طيب هذا مو اسلام، افهم. اذا عندك عقل فكر الرسول كان يسوي كذا، كان يحط منديل ويسجد عليه. طيب الحين ما في مجال نعبد يعني؟ تعبد هذا دقيقة لا دقيقة، ما في مجال. امشوا. ها؟ عبادة الله عز وجل. عبادة المسيح. راح صار لنا. راح صار خلاص. نعم. إذا كانت القضية كل بدعة في النار، نعم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فماذا تسمون؟ ماذا حكم الصلاة على جيد الحجر؟ جدا عزيزي. فالسؤال أنا أسألك بيني وبين الله، يظهر بأنك رجل مؤدب بيني وبين الله وتريد أن تعرف الحقيقة. إذا كان السجود على الحجر عبادة للحجر، فإذا أعزائي إذا احنا نعبد الحجر أنتم تعبدون السجاد، لأنكم تسجدون على ماذا؟ على السجاد. فإذا إذا كان كل سجود على شيء فهو عبادة ماذا؟ له. أنتم أيضا تسجدون على شيء، على ماذا تسجدون؟ فإن كنتم تسجدون على السجاد فأنتم تعبدون ماذا؟ السجاد. وإن كنتم تسجدون على أي شيء، على البصل، فأنتم تعبدون ماذا؟ البصل. عزيزي أمام منكم رجل رشيد. السجود على الشيء غير السجود للشيء. عزيزي اذهب إلى اللغة لتعرف أن معنى على هل هو معنى لام؟ نحن نسجد لله ولكنه على ماذا؟ السجود لله ولكنه على ماذا؟ على الأرض. لماذا على الأرض؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في جملة واحدة. إذا أعزائي أولا هناك دليل فقهي في قضية. إذا أولا أعزائي ليس السجود على الشيء عبادة له، وإلا يلزمكم أنتم عندما تسجدون على السجاد تعبدون ماذا؟ السجاد. هذا أولا. وثانيا ميزوا بين السجود على الشيء والسجود ماذا؟ للشيء. نحن نسجد لله ولكن على ماذا؟ على تربة. وإلا يلزم إني رأيت 11 والشمس والقمر 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لازمه ماذا؟ أن يلزم ما يلزم.